معشوقتي حنان مطاوع، بعشقها هي ومامتها وباباها رحمه الله عليه. انا بحب الاسره الفنيه دي وبحب بنتها، والله العظيم انا بحبهم كلهم. بحس لما بشوفهم بحس ان حد كده يعني خد عيله مصريه وجم بآلة الزمن عندنا هنا. شايفين اللبس اللي هي لابساه ده؟ تفتكروا انا هعديه كده؟ لا مش هعديه، ده انا لازم اعمل لها فرح، ده انا لازم اعمل لها فرح على اللبس الجميل اللي هي لابساه، وخاصه انها لبسته في المغرب. هتقولوا لي ليه يا نيرفانا؟ هقول لكم لان دايما في المغرب بيلبسوا الممثلات او اي حد بيروح لهم اللبس المغربي بتاعهم، وده حقهم. بس معلش احنا برضو كلنا اللبس التقليدي بتاعنا، والاستاذه الجميله حنان مطاوع ظهر بيه هناك، فطبعا ده شرف كتير قوي قوي. اتمنى من كل الممثلات او اي حد بيمثل مصر، مش لازم فنانين يعني، اي حد يمثل مصر ارجوكم مثلوها بستايلاتنا، مثلوها بلبسنا. يعني مثلا الاستاذه الجميله دي، تفتكروا الفستان ده ايه؟ يعني قولوا لي انتوا في دماغكم انتوا شايفين الفستان ده ايه؟ تعالوا نقرب الصوره شويه. اها، قربنا الصوره شويه حبتين كمان. اول حاجه لازم تعرفوا ان الكسر دي مصر قديم. هتقولوا لي ليه يا نيرفانا؟ هقول لكم هم اللي اخترعوا النوع ده من القماش، البلسيه والكريشه، الستايلات دي كلها. فليه عملوها المصريين القدماء كده؟ عشان بيدي شكل جمالي. زي ما انتم شايفين هو ابيض، وطبعا المصريين القدماء كانوا بيحبوا اللون الابيض، الكتاني بالتحديد، لان لون الكتان اوف وايت شويه مش ابيض قوي الكتاني، وهي عاملاه بنفس القماشه بتاعت المصريين القدماء. ايوه ده حقيقه. المهم نرجع لمرجوعنا، القطعه اللي هي مزوداها هي حلوه ازاي؟ تعالى اقول لكم ازاي. ازاي مصر قديم؟ ازاي؟ اولا لازم تعرفوا ان الجزء العلوي ده دي قلاده الاوسخ، اللي هي زي اللي انا لابساها، او في ناس كتير جدا بتلبسها، اللي هي قلاده الشمس. طيب هي ملزقاها في الجزء العلوي من الفستان، او مش الفستان، هو متهيألي ده سديري، مش عارفه ايه لقبه في عالم الازياء، بس هو سديري مطرز بالخرز، يعني هو خرز بيتلبس فوق الفستان ده. طب ده فكر مصر قديم؟ فكر مصر قديم. وتعالى اوريكم النموذج. بصوا انا غيرت الصوره عشان تليق مع الصوره الجديده. اهو اقدم فستان في العالم، اقدم فستان من الخرز في العالم، اهو ال 5000 عمره 5000 سنه. عمره 5000 سنه، خرز لو على موميا كانت لابساه. طبعا انا قلت لكم كذا مره ووصفت لكم كذا مره ان الفستان ده بيتلبس تحتيه فستان ابيض كتان، صح؟ هي بقى خدت الفكره، طبعا مش هي المصممه طبعا استاذه حنان مطاوع، بس هو قمر عليه اللي صمم هذا الستايل او هذا الفستان. تعالوا نشوف الاكونت بتاعه علشان نشجعه. اهو مش جايب انا، اهو ايه رايكم؟ اهو الفستان ده الاكونت بتاعه. تعالوا اوريكم اكونت الاستاذه حنان مطاوع. بصوا اهو، وتصميم الفستان المصري محمد نور. هل الاستاذ محمد نور اللي مصري ولا الفستان مصري؟ اتمنى يا استاذه حنان مطاوع واتمنى يا استاذ محمد نور تحطوا ان ده ستايل مصري وتراث مصر عشان ما يتسرقش. ابوس ايديكم، حطوا بصمه مصري، ده مصري. فالاستاذه حنان مطاوع اعادت بعث هذا النموذج القديم، اقدم نموذج فستان عندنا. طبعا الشكر وجزيل الشكر للاستاذ محمد نور. اتمنى من حضرتك توزع علينا الستايل ده هديه تشجيع عشان تحفه. زودوا بقى، زودوا، نوعوا. على فكره في برضو قطعه بتتلبس برضو من اسفل، بس دي رجالي، زي الحزام، هتلاقوها في الهند. هبقى اجيب لكم نموذج، موجودين هم في الهند محتفظين بيها، هبقى اجيب لكم نموذج تشوفوه. فايه رايكم؟ انا عن نفسي مبسوطه قوي، مبسوطه قوي 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 ان احنا نظهر بهذا المظهر اللائق الجميل الانيق الشيك المصري.